بكم في عدد جديد من حصتنا وبرنامجنا تناغم الحياة. نتناغم في كل عدد من هذه الأعداد مع موضوع من أهم المواضيع التي تهم سلوك الإنسان المؤمن في علاقته مع ربه، في علاقته مع نفسه، في علاقته مع أسرته، في علاقته مع عمله، في علاقته مع محيطه الذي يعيش به. لأن كما قلنا في أعداد ماضية نستهدف من هذه الحصة أن يكون هناك وعي لدى الفرد المسلم فيما ينتظر منه أن يكون في هذه الحياة. فالله عز وجل لم يخلق الإنسان المسلم في هذه الدنيا هكذا هباء منثورا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. فحقيقة وجود الإنسان في هذه الحياة هو أن يكون عاملا مجتهدا متعبدا لله تبارك وتعالى. لا يمكن أن يكون الإنسان المؤمن في هذه الدنيا يعيش حياة بعيدة عن ربه، بعيدة عن الإيجابية، بعيدة عن الإنسان الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون معمرا في هذه الأرض، معمرا في هذه الأرض. موضوعنا اليوم من أهم المواضيع التي ينبغي أن تكون في حياة الإنسان المسلم، بل دعوني أقول أن هذا السبب الأساسي أو الفكرة الأساسية في وجود هذا البرنامج، وهو الاعتدال والوسطية. كان الهدف الأساسي من وجود هذا البرنامج تناغم الحياة هو وجود نوع من التوازن في حياة الإنسان المؤمن، بأن لا تكون حياة الإنسان مركزة على جهة ما من الجهات ثم يهمل الإنسان جوانب أخرى في حياته. فلا بد أن تكون في حياة الإنسان المسلم نوع من الاعتدال والوسطية في كل شيء، فلا هو متطرف إلى أبعد الحدود ولا هو مفرط إلى أبعد الحدود، وإنما دائما يتجه انتهاج التوازن والاعتدال والوسطية. ومن هنا أحبتنا الكرام كان الاعتدال والوسطية من أهم المبادئ التي يقوم عليها الدين الإسلامي، وهي تمثل جوهر التوازن في حياة الإنسان. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فوسطية الأمة المحمدية عليه الصلاة والسلام، فوسطية الأمة المحمدية هي وسطية جعلها الله سبحانه وتعالى لتكون شاهدة على كل الناس، فجعل دين الإسلام هو الدين المتوازن، هو الدين المعتدل الذي تأخذ منه كل الأديان والذي تتشبث به كل الأديان، فكان هو المحور الأساسي فيما بعث الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والرسل. ويؤكد أن الإسلام دين الوسطية يدعو إلى التوازن في كل جوانب الحياة دون إفراط أو تفريط. هذه الفلسفة أحبتي الكرام تعكس حكمة العيش المتوازن، وتوجه الإنسان نحو حياة متوازنة في العبادات والمعاملات والاحتياجات الشخصية، من دون أن يفرط في أي شيء من الأشياء التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين يديه. فمفهوم الاعتدال والوسطية يعني التوسط بين التطرف والغلو في أي جانب من جوانب الحياة، وهو يعبر عن الاتزان في التفكير والعمل. الوسطية ليس مجرد خيار، بل هي منهج حياة يوجه الإنسان المسلم نحو السير في طريق مستقيم بعيد عن التشدد أو التراخي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الوسطية في جوانب متعددة، فمما ينبغي أن يكون فيه الوسطية والاعتدال العبادة والعلاقة مع الله تبارك وتعالى. فالإسلام يدعو الإنسان المسلم إلى الاعتدال في التعبد لله عز وجل، فلا ينبغي للإنسان أن يشدد على نفسه بما لا يطيق. قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، أي المتشددون، في إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن من يبالغ في العبادة بشكل يخرج عن نطاق القدرة البشرية ليس هو المطلوب في التعبد لله تبارك وتعالى، بل المطلوب هو الاعتدال، إذ أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم وإفطار يوم دون أن يبقى الإنسان أو لا يبقى الإنسان صائما كل
دهره، فصم يوما وافطر يوما كما نصح النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل. ويتجنب المبالغة في الصلاة أو الصيام على حسب الحقوق الأخرى، فوجود الإنسان في هذه الدنيا فإنما هي متنوعة، جزء منها وإن كان هو الجزء الأساسي في وجود الإنسان في الدنيا هو التعبد لله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن نوازن بين علاقتنا مع الله عز وجل وبين الواجبات الأخرى التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا في هذه الدنيا. الأمر الثاني مما ينبغي فيه الاعتدال والوسطية التعاملات المالية. في الإسلام يدعو إلى التوازن في إدارة المال، فلا إسراف ولا بخل. قال الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالإنفاق المتزن يحقق الاستقرار المالي، استقرار الفرد، استقرار الأسرة، بل أكثر من ذلك استقرار المجتمع، ويجنب الوقوع في الديون أو الضائقات المالية. الأمر الرابع الوسطية والاعتدال في العلاقات الاجتماعية. من جوانب الاعتدال المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان هو التوازن في العلاقات الاجتماعية، حيث يحث الإسلام على بناء علاقة قائمة على المحبة والتعاون والاعتدال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فهذا الحديث يدل على أهمية التوسط حتى في المشاعر والعلاقات، حتى في العواطف التي يوزعها الإنسان ينبغي أن يكون فيها الاعتدال، فلا يذهب الإنسان إلى التعصب أو إلى عدم التوازن والاستقرار في علاقاته التي يربطها مع الآخرين. كذلك من التوازنات أو مما ينبغي أن يكون فيه الاعتدال والتوسط في الحياة التوازن بين الحياة الروحية والمادية. فالإنسان مخلوق من روح ومادة، فيه جوانب روحية تتمثل في علاقته مع الله تبارك وتعالى، وهناك جوانب مادية تتمثل في اكتسابه المال، في أكله، في شربه، في لباسه. هذه أمور مادية ينبغي أن يكون فيه التوازن. هذا التوازن الذي يدعو الإسلام إلى أن يكون فيه تناغم بين كل الأطراف. صحيح أن الإسلام يدعو إلى الزهد، لكنه لا يدعو إلى الانغماس في الماديات، بل يدعو إلى التوازن بين الحاجات الروحية والمادية. فلا يمكن للإنسان أن ينغمس فقط في جوانب مادية أو فينسى الجوانب الروحية، أو يركز على الجوانب الروحية وينسى الجوانب المادية في حياته، فهو إذن متقلب بين الأمرين، وما عليه إلا أن يكون متوازن في هذه الاحتياج، مراعيا فيها شرع الله سبحانه وتعالى وخطاب الله عز وجل الذي أراده الله سبحانه وتعالى للعباد. ولذلك نصح النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي قال: إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. أيها الأحبة الكرام، في الختام إن الاعتدال والوسطية هي واحدة من أهم الأشياء الضرورية في حياة الإنسان، بل إن فلسفة الحياة اليوم تدعونا إلى هذا التوازن الذي ينبغي أن يكون في حياة الإنسان المؤمن حتى يستطيع أن يؤدي دوره لله سبحانه وتعالى كما أمر الله عز وجل، ويؤدي الواجبات الدنيوية التي أوجدها أو التي خلقها الله سبحانه وتعالى ووفرها له في هذه الحياة لكي يؤدي هذا الدور بمنوطا كاملا. ولذلك كما رأينا في الحديث السابق: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. فالتوازن والاعتدال والوسطية في كل شيء هي التي تجعل الإنسان أكثر اطمئنانا وأكثر قدرة على التفاعل مع الحياة التي يريد أن يصل إليها. لا يمكن للإنسان أن يكون متشدد، ولذلك نرى الذين يتشددون على أنفسهم في هذه الحياة، حتى التشدد في الطاعة وحتى التشدد في العبادة نهى عنه الإسلام كما ذكرنا فيما سبق من الأحاديث النبوية الشريفة. وإنما يريد الله سبحانه وتعالى من المسلم في هذه الدنيا أن يكون
أكثر ارتباطا بربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالهوينة، قال فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي أن الله سبحانه وتعالى سيعطيكم حتى تملوا. فالهوينة يمشي الإنسان الهوينة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا ليمشي الإنسان الهوينة في كل شيء حتى يستطيع أن يؤدي أدواره الحياتية كما أرادها الله سبحانه وتعالى، وكما ينبغي أن يعيشها الإنسان حتى يعيش الاستقرار والطمأنينة والتوازن، وتتناغم حياته بحول الله تبارك وتعالى تناغما جميلا يجعل الاستفادة العظمى ويحقق ما يريد أن يصل إليه الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فإلى أن نلقاكم أحبة الكرام في عدد قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.